السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من اخر فيديو عملناه مع بعض. جايه لكم النهارده بروتين جديد ويوم جديد، وربنا يجعله علينا وعليكم سعيد يا رب العالمين. قولوا امين. ويلا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يلا بينا بقى يا بنات، حبة كده نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ الفيديو النهاردة في كلام مهم جدا جدا جدا. ازاي تبقي ست ليدي في نفسك ورايقة؟ يعني ايه ست ليدي في نفسك ورايقة؟ يعني شايفة توازن، عاملة توازن كده ما بين بيتك وولادك ونفسك. انا عارفة ان الحياة دوشتها كبيرة، وعارفة ان المسؤوليات احنا متحملين مسؤولية كبيرة جدا 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 في بيتنا وولادنا، وبننسى نفسنا. فلا، انا عايزة تغيير جذري في الموضوع ده يا جماعة. عايزاكي تهتمي بنفسك. بس تعالي نبدأ يومنا بروتين بسيط يخليكي دايما متوازنة ومبسوطة. ما انتش مقصرة، ولا انت حاسة تبقي ان انت مقصرة في حاجة، ولا في بيتك ولا في اولادك ولا في نفسك. لان نفسنا يا جماعة احنا بننساها كتير قوي، وانا ام زيكم وبنسى نفسي كتير قوي. فلا، احنا عايزين نغير العادة السيئة دي لعادة ايجابية. تبقى متوازنة، نعمل زي توازن كده في البيت والاولاد ونفسك. اول خطوة، اعملي 10 دقايق لنفسك كل يوم الصبح، تشربي فيه فنجان قهوتك كده او فنجان شايك مع سندوتش، وتقعدي فيهم رايقة كده. بعد ال10 دقايق تقرأي كده ورد يومي من القرآن الكريم، ده بيدي بركة في يومك كله. وطبعا صلاة الصبح ده اهم حاجة، او صلاة الفجر على حسب ما بتصحي في التوقيت اللي بتصحي فيه. شوفي تنظمي ال10 دقايق بتوعك ازاي الصبح. دول هيفرقوا معاكي جدا جدا في بقية يومك. هتحسي ان انتي خدتي ريست كده في بداية يومك، ما انتش قايمة على شغل البيت ومجهود وتعب وولاد وضغط نفسي وضغط عصبي على الصبح. لا، انتي قعدتي وخدتي قهوتك وخدتي شايك وخدتي سندوتشك وعملتي وردك اليومي القرآن وصلاتك واذكارك، فحسيتي ان في الدنيا معاكي ابتدت تظبط في بقية اليوم. افتكري انك دايما مهمة، مش بس مخلوقة للناس اللي حواليكي وبس. افتكري ان نفسك والبدنك عليك حق. يعني افتكري ان انتي نفسك انتي ليكي حق عليها، ان ليك يعني هي ليها عليكي حق انك برضو تديها ولو حاجة بسيطة كده في يومك، انك تبسطيها بيه عشان تقدري تعملي السعادة تديها للي حواليكي. تاني خطوة معايا ان انا مثلا هجهز الفطار لولادي. طيب انا هجهز الفطار لولادي، لا هجهزه. الحياة مش اكل وشرب يا جماعة. حاولي تحتضني ولادك، حاولي تحبيهم، حاولي تضحكي معاهم، حاولي تهزري معاهم، حاولي ان انت تبقي صاحبة ليهم. بدل ما يروحوا يدوروا على صاحب بره او صاحبة بره، تبص تلاقي الصاحب او الصاحبة مثلا تربيتهم خاطئة، فتبص تلاقي ابنك بينعكس عليه التربية دي، او بنتك بتنعكس عليها التربية دي، وتبقى هي ليها كل حاجة بره، ان بتحكي لها اسرارها وبتحكي لها كل حاجه هي عايزه تقولها لك، فانت مش مديها فرصه. لا، حاولي ان انت اللي تكوني الاساس، انت اللي تكوني الحب، انت اللي تكوني الحضن، انت اللي تكوني الامان، انت اللي تكوني الودن اللي بتسمع. اسمعي منهم على قد ما تقدري قبل ما تتكلمي وتدي اوامر. ما تديش اوامر الا لما تسمعي يا بنات. اسمعوا من ولادكم، خدوهم في حضنكم، ما تسيبهمش للسوشيال ميديا، ما تسيبهمش لاصحابهم. الفكر بيبقى غير الفكر. بس بالعكس، انت لما بتسيبيهم هتبص تلاقي ولادك مرة على مرة بيتحولوا لتربية مثلا غير سوية خاطئة بره. انت ما انتش عارفة صحابهم دول ابوهم او امهم ربوهم ازاي. فلازم نبقى على دراية دايما ووعي كامل باولادنا هم عايشين ازاي. ولازم اكون انا محتضناهم وحباهم وببوسهم كل يوم وبديهم الحضن بتاعهم وبلعب معاهم وبهزر معاهم، واديهم وقت كافي كده من يومي، ان انا اكبر قدر ممكن ان انا ابقى ملمة بيهم وبمشاكلهم وبحياتهم الشخصية. لازم ابقى مع ولادي يا جماعة خطوة بخطوة. ما تنسيهمش وما تكسليش عنهم، وما تمسكيش الموبايل وتتلهي عنهم. ولادك هم زرعتك، هم زرعتك في الدنيا. هتزرعي حلو وتربية حلوة، هتحصديها حلو وتربية حصاد حلو. هتلاقيهم في الاخر هم بإذن الله زرعتك اللي انت تعبتي وربيتي وشقيتي عليها. فهتلاقيهم ان شاء الله بإذن الله حاجة كويسة ينفعوكي وينفعوا المجتمع وينفعوا نفسهم.
بعد كده بتشوفي حياة بيتك وامور بيتك. دي تاني خطوة معايا. ان انا تالت خطوة يا جماعة، احسبوا انتوا بقى الخطوات اللي بقولها واكتبوا لي في التعليقات. تالت خطوة معايا ان انا اشوف امور بيتي، لو في شوية مواعين هعملهم، بجيب كده نوت واكتب فيها مهام يومية. مهام يومية دي ان انا اكتب فيها مثلا لو انا ورايا غسيل مواعين، ورايا ترويق مطبخ، ورايا مثلا ترويق شقة. يعني اخد 3 4 مهام في اليوم كده، ما احملش على نفسي وازود على نفسي وازود على طاقتي واقول لا ده لازم يتعمل وده لازم يتعمل، ورايا غسيل ورايا مواعين ورايا تنظيف شقة، ورايا مثلا تصبين اعزكم الله حمام، ورايا مسؤوليات في البيت كتير. لا، لا، لا. إن لنفسك وبدنيك عليك حق. فأنا بقول يا جماعة دايما تاخدوا النوتة والقلم ده. بصي، الورقة والقلم ده روتين حياتي اللي ماشية بيه. بكتب كده صلاة الصبح، ورد من القرآن الكريم، أذكاري. بعد كده باخد 3 4 مهام اعملهم في يومي. اشوف ايه الاهم بعد كده ثم المهم. يعني اخد الاهم، يعني مثلا حمام مش نضيف خالص وشكله بشع ومش هينفع يستنى لبكره، لا ده هاخده النهارده واصبنه. مثلا تنظيف غرفة نومي، هاخده النهارده اكتبها من مهام اليومية واروقها وارتبها. شقة كده كنس من على الماشي وترتيب كده من على الماشي على السريع، مش شيل بقى ومسح وكنس ولخبطة في البيت ولخبطة، لا، لا. ما تحمليش على نفسك. بعد كده باخد بقى ايه الليستة بتاعتي اليومية، وبكتب فيها المهام، ال3 مهام او ال4 مهام اللي انا عايزاهم اعملهم في يومي. الكمال مش كل حاجة. يعني ان انا عايزة انجز في يومي كل حاجة واخلصها، لا ده مستحيل يا جماعة. احنا كده بنضغط على نفسنا وبنجزر نفسنا وبنعصر في نفسنا عشان نطلع كل حاجة على اكمل وجه. المهم الاستمرارية في العمل، مش ان انا انجز كل شيء واخلص كل شيء وارجع تاني يوم نفس الكلام اعيده. طب وليه؟ طب ما انا اخد 3 4 حاجات كده مهام يومية، ابدل فيهم كل يوم. مثلا النهارده عملت التويليت، خلاص بكره اعمل حوض الوش كده على السريع وانا بغسل وشي. اول ما بصحى من نومي برتب سرير وبرتب غرفتي. بخرج بره اعمل فنجان القهوه بتاعي، اقعد بقى رايقه كده، اتوضى، اصلي الصبح. اقرا الورد القراني بتاعي. اقرا كتاب لو انا عايزه اقرا كتاب ومثقفه، اخد صفحتين كده من كتاب لو انا بحب اقرا. اخد الاذكار بتاعتي اقولها، دي بتدي بركة في يومك. ودايما تقولي دعاء. انا هقوله لكم يا جماعة، ده بسم الله ما شاء الله، الدعاء ده والله العظيم سر في حياتك اليومية، سعادة لا تعد ولا تحصى. دايما تقولي الدعاء ده: اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. تاني عشان تحفظوه يا جماعة، اكتبوه في نوت واحفظوه: اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. دايما قولي الدعاء ده. الدعاء ده هيخليكي ربنا يعينك على أمور بيتك وولادك ونفسك وكل شيء، هيبقى برضو انت سعيدة في حياتك طول ما بتعملي الاركان اللي بقولك عليها دي. والله 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 هتحسي بفرق شاسع. اسمعي كلامي واعملي اللي انا بقولك عليه، ما تضغطيش على نفسك، ما تجيش على نفسك، ما تعصريش نفسك. احنا كل يوم في مسؤوليات، وكل يوم في دوشة كبيرة، وكل يوم في ضغوط حياة. طيب عشان نقدر نستمر يبقى اللي انا بقولهولك ده هو الحل. جهزتي اكلك وشربك، ادخلي بقى شوفي نفسك. يعني نفسك انت بقى متطلبه ايه؟ متطلبه شاور، ادخلي خدي شاور. متطلبه لبس نظيف، طلعي لبس نظيف وحطي له رشه برفان. غيري هدوم البيت اللي كنتي بتطبخي فيها وبتغسلي فيها وبتروقي فيها. البسي حاجه نظيفه، عبايه نظيفه، جلابيه نظيفه، رشي رشه برفان. حطي شويه مسك. حطي دهنه كريم مرطب. شوفي نفسك. نفسك تستاهل. انتي بني ادمه، تستاهلي. تستاهلي انك تبقي اجمل حاجه في الدنيا عشان تقدري تدي اللي حواليكي احسن حاجه في الدنيا. سرحي شعرك، خليكي كده مهندمه ومنظمه لنفسك انتي، علشان نفسك تستاهل ان انتي تبقي مرتاحه في حياتك. حطي زبدة كاكاو،
سرحي شعرك وحطي له توكة كده صغننة، توكة من بتاعة البيبيهات والأطفال. خلي شعرك شكله حلو، خليكي شكلك حلو، خليكي ريحتك حلوة، خليكي مهندمة في بيتك، مهندمة في نفسك، مهندمة في أولادك. تحسي ان كل حاجة كده على ما يرام، وانتي كده ملكة جمال نفسك وملكة جمال بيتك وملكة جمال أولادك في كل شيء انت بتعمليه. ما تحسيش دايما بالضغوط النفسية، ما تحسيش دايما انك مضغوطة، ما تأثريش في حق نفسك، لانك لو أثرتي في حق نفسك هتأثري في حق اللي حواليكي. وده كلام والله والله بقوله لكم من كل قلبي. مش كل حاجة دايما تبقي رابطة القمطة ورابطة الأشارب على دماغك ومكتفة دماغك وكاتمة شعرك وكاتمة ويبقى ريحته مكمكمة. لا لا، غيري من نفسك، غيري من نفسك وغيري من عاداتك الخاطئة. خديها بعادات ان انا هعدل من نفسي وهعدل من طريقتي. واذا وصلتي معايا لحد هنا وعجبك الفيديو، ما تنسيش تحطي لايك وسبسكرايب للقناة، وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان لما انزل اي جديد يوصلك. وقوليلي في الكومنتات ايه اكتر حاجة بتعمليها بتحبي تعمليها علشان نفسك كل يوم. واذا وصلتي معايا لحد هنا، ما تنسيش تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وتذكري الله كده في التعليقات، وصلي على الحبيب قلبك يطيب. وكنتم مع يوميات دودي، مع ألف مليون سلامة. هتوحشوني، دمتم في رعاية الله وأمنه وحفظه. مع ألف مليون سلامة في رعاية الله يا حبايبي. انتظروني في حلقة جديدة وفيديو جديد ونصايح جديدة وروتين جديد. ويا رب يجعل نهارنا ونهاركم سعيد.